كتبتي لي عنها غزل أيضا بعنوان يا عاذلي. عتب مطعم بالغزل. نعم. قصيدة تفعيلة أيضا. يا عاذلي، هب أن مرآتي تكسر وجهها وتفتق الضوء الندي الأزرق ليعني وجودك. يا عاذلي، هب أن روحي كللتها دمعة وسقت بها أطراف أرضي والسواقي والجزيرة ولتضم بها وعودك. هب أن حلما كان قربي واختفى منذ عطرين ونصف العلبة الملأى بورد كنت أدعوها ورودك. هب أنني قد مت من شد اليقين أو أنني في ربماك وما حييت، وزرعت وجهي بالتجاعيد الكثيرة والمتاهات الكثيرة، ودسست بعض أصابعي بالأبجدية مثلما تدنو جذور نحو ماء مستطين، وأضعت دربي في طريقي نحو بابك، وأضعت زهر جديلتي وسط يبابك، وبقيت أنتظر الكثير وأنتظر. يا عاذلي، كم سألت العاشقين وجررت عمري ثعابين كبيرة، وبحثت جدا في رسائل من توضوا بالتراب فلم أجد فيهن شيئا عن حبيب عاذل. يا عاذلي، لي لا حدود في تباريح الهوى، فاعلن برسم العاطلين عن الشعور حدودك. الله عليك، الله عليك، روعة. الله عليك، عاشت ايدك. تسلم. والله تحياتنا لك ونورتي فعلا اسماءنا اليوم في حلقة هذا اليوم جميلة ومعبرة. هذه القصيدة يعني إلى من يهمه الأمر. كانت للأسف